ولا يخفى عليكم أيها الإخوة التحولات الكبرى التي تحصل في منطقتنا منذ أشهر هي تحولات كبرى وهامة، وستترك تداعياتها على كل المنطقة من دون استثناء، ربما الدول العربية وربما أبعد من ذلك. وهذا شيء يعني سوريا من ضمن هذه الدول. ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى ما يعنينا نحن كسوريا فيما حصل حتى الآن في هذه الساحة العربية الكبيرة، فنقول بأن ما حصل يعزز وجهة النظر السورية من زاوية هامة جدا، أن ما حصل يعبر عن إجماع شعبي. عندما يكون هناك إجماع شعبي يجب أن نكون مرتاحين سواء كنا نوافق أو لا نوافق على كثير من النقاط. قولوا لكل المجرمين يدمروا، فليقتلوا فليسلبوا فليسهروا، هيهات تفنى عمة قواتها، مثل العروبة كل ذئب تنعر. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الحالة الشعبية العربية التي كانت مهمشة لعقود لا أعرف كم بالضبط، ولكن على الأقل 3 أو 4 عقود ربما أكثر بقليل، الآن عادت إلى قلب الأحداث في منطقتنا. يا عالي الجبين، يا صامدا في كل حين، يا كريما للمحسنين والمخطئين، ارفع رأس عاليا بقوة ولين، فالأحرار سمعتهم معك في كل حين، صخرة حبك لا تلين، الشعب معك والله هو المعز. هذه الحالة العربية لن تتبدل، حاولوا ترجينها لكنها لن تتجه. سيكون لهذا الموضوع عدة تأثيرات. أولا بالنسبة لنا، تذكرون في خطاباتي السابقة في كثير من الخطابات في كثير من الكلمات كنت دائما أتحدث عن الشارع العربي، عن بوصلة الشارع، عن رأي المواطن. كان الكثير في الصحافة أحيانا يسخرون، السياسيون يرفضون، الأجانب يعني يبتسمون، خاصة في اللقاءات عندما اشتدت الضغوط على سوريا وكانوا يطرحون علينا طروحات معاكسة أو مناقضة لمصالحنا أو فيها تآمر على المقاومة أو على غيرنا من العرب. عندما يشتد الضغط كنا نقول لهم، أنا أقول لهم يعني حتى لو قبلت بهذا الطرح فالشعب لن يقبل به، وإذا لم يقبل به الشعب سوف ينبذني، وإن نبذني فهذا يعني انتحار سياسي. لبيك يا سيادة الرئيس بشار الأسد. أرواح الشهداء اللاتينية ودماء جراحها تقول نعم، نحن مع البشار إلى الأبد يا قائد هذه الثورة، وشكرا. وكل التآمر انهزم والحب عن بلادنا. بشار على الدنيا حمل تاريخنا وامجادنا، بشار بصموده رفع بنياننا واعلامنا. من الشام لا شط العرب، من مصر لا تطواننا، حنا حماتك يا علم بالواحدة واثنين. طبعا كانوا يبتسمون ابتسامة يعني كلام غير منضبط. اليوم بعد هذه التحركات حصلت عدة لقاءات وكررت نفس الكلام، فكانوا يهزون رأسهم بالموافقة. هذا جانب مهم جدا حتى الآن. قلتها أنك الوطن العربي قليل عليك، الوطن العربي قليل عليك، وأنت لازم تقود العالم يا سيادة الرئيس. باسم جماهير شعبنا يوم خرجت يوم الأمس بشبابها وشيبها وبشرائح المجتمع كاملة لتعبر لكم يا سيد الرئيس عن مسيرة الوفاء والولاء لقيادتك الحكيمة، وشعبك معك والله معك ونحن معك في الروح بالدم بايعناك. الجانب الآخر، بما أن الشعوب العربية لم تلجأ ولم تتبدل بمضمونها، فالآمال برأب الصدع العربي تصبح أكبر بالنسبة لنا في التحولات الجديدة إن استمرت هذه التحولات بالخطة التي رسمت على المستوى الشعبي من يعني لكي تحقق أهداف معينة فيه.
يا سيادة الرئيس، الله معك والشعب معك، فسر بنا من نصر إلى نصر، ونحن من ورائك نقول إنا معك محاربون حتى لو كنت فينا البحار.